السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. غدا نظامنا غدا إن شاء الله، وغدا الفري، العيد العالمي بتاعنا، العيد القومي بتاعنا، اللي هو يعتبر ثمرة تعبنا طول الأسبوع، اللي هو هدية تعبنا طول الأسبوع. طبعا اللي بيبقى حاسس بالهدية دي او بالفرحة دي اللي هو التزم بالفعل، لكن طبعا اللي ما التزمش بيبقى طبعا متضايق وزعلان. فبالتالي احنا دايما بنقول التزموا عشان نيجي يوم الفري كده بجد بنحس بفرحة العيد، بنحس ان احنا واخدين فري كده بضمير كده ومرتاحين ومبسوطين. طيب ازاي ندير اليوم ده بطريقة صحية بحيث ان احنا نطلع منه كسبانين مش خسرانين؟ طبعا الفري المفروض ان احنا بناخد فيه في حدود سعراتنا الحرارية اللي هي لا نزيد ولا نتخن. فمش معنى ان هو يوم فري ان احنا ننتقم بما يرضي الله وناكل كميات كبيرة جدا من الاكل. طبعا ده غلط، وكده احنا بنضيع تعب الاسبوع اللي فات، وممكن تضيعي تعب الاسبوع اللي جاي كمان. طيب يا هبه نعمل ايه طيب عشان نلتزم بالفري؟ هو يفضل ان هو يكون وجبة واحدة بس، يفضل، ولكن ولو حابه تاخدي وجبتين مفيش مشكله، ولكن خدي بالك من الكميات والتزمي بالحرف باللي انا هقولك عليه ده. حتى يوم الفري المفروض ان احنا نصحى من النوم ناخد طبعا الفري اول ما نصحى من النوم، مش من بعد الساعه 12 بالليل. ها، مش من بعد الساعه 12 بالليل، مش يوم الخميس بالليل الساعه 12 بالليل خلاص احنا بقينا الجمعه ناخد فري. لا طبعا مفيش الكلام ده. الفري بيبدا من الصبح، اول ما نصحى من النوم ناخد معلقه عسل وكوبايتين ميه عشان ننشط الحرق زينا زي يوم دايت عادي جدا. بعد كده نبدا نفطر، بناكل من الاكل الموجود في البيت، ولكن طبعا مش ناكل 10 رغيفه عيش. طبعا يعني بالكتير خدي رغيف واحد بس بالاكل الموجود قدامك. نقدر ناخد حته حلويات صغيره نفسنا فيها، كيك بقى، بسبوسه، رز بلبن، بس المهم الكميات. طيب كلنا اللي احنا نفسنا فيه. المفروض ان احنا معدتنا طول الاسبوع وطول ما احنا ماشيين بالدايت احنا معدتنا اصلا بدات تصغر، فبالتالي بلاش نضغط على نفسنا. انت كده بتضري نفسك وهتتعبي ومعدتك هتتعب وهنرجع نفتح معدتنا تاني. فخلاص احنا شبعنا، نقول الحمد لله فيما رزق ونقوم. المفروض ان احنا بنصوم 5 ساعات بعد الفري. في خلال ال5 ساعات دول احنا بندي فرصه للجسم ان هو يهضم الاكل اللي هو كله. بعد كده طبعا طب في اللي هتسال تقول طب في خلال ال5 ساعات دول يا هبه اشرب ميه؟ ايوه اشربي ميه، اشربي شاي، اشربي قهوه، ولكن بدون حتى سكر دايت. طيب بعد ال5 ساعات نقدر ناخد الوجبه الثانيه اللي هي وجبه الغداء، وكذلك هتكون زي وجبه الفطار. هناكل اي اكل موجود في البيت اللي نفسنا فيه، ولكن حتى الشبع مش حتى الانفجار. كلنا من كل نوع حاجه دقناها كان نفسنا فيها، خلاص الحمد لله على كده، ما نضغطش على معدتنا. وكذلك زي الفطار نصوم 5 ساعات بعد الغداء. تمام. المفروض الاصح ان احنا في يوم الفري ما نتعشاش. لو انت عايزه تقدري تاني يوم تلتزمي برجيمك صومي، عشان نحرق كم السكر اللي عالي والانسولين اللي عمال يفرز من كميه الكارب اللي احنا خدناها طول اليوم. صومي، ادي فرصه لجسمك يلحق يتخلص من السكر اللي عالي ده، عشان ما يصبحش تاني يوم مضايقك ومزهقك ومخليكي مش عارفه تلتزمي بالرجيم بتاعك. هو ده اللي بيحصل بعد الفري فعلا، نتيجة السكر العالي مخليكي مش عارفة تلتزمي، مخليكي جعانة. فبالتالي الافضل بعد ما تتغدي صومي لتاني يوم، اشربي مية بس بقى، خلاص كده ما تتعشيش تاني. ولو في ناس يعني هتزنق معاهم شوية، نقدر ناخد علبة زبادي بس او ثمرة فاكهة بس. تمام كده. طيب مهم جدا جدا برضو في اليوم ده ما ننساش الميه، نشرب برضو ميه كتير، نشرب 3 لتر مياه. نحاول برضو ندخل السلطه والخضار في اكلنا. مش معنى انه فري ان احنا برضو نقوم مستبعدين السلطه خالص والخضار، لان السلطه والخضار هيحرق لك 30% من الوجبه اللي انت كلتيها، فهو هيساعدك. برضو المفروض ان احنا في اليوم ده نكون نشاطين فيه، نخليه كده يوم كده هو فري، نقوم نعمل بيتنا، نعمل شقتنا، ننظف شقتنا، نتحرك، نمشي ساعة، نعمل رياضة عشان برضو تساعدنا في حرق السعرات في اليوم ده. ده بالنسبة ليوم الفري. طيب
الميزان يا هبه، الميزان بيكون يوم الفري الصبح، يعني حضرتك اول ما هتقومي من النوم بعد ما تخشي الحمام تخرجي تكون بملابس خفيفه، المفروض انك توزني. خدوا بالكم الميزان ما يتحطش على سجاده، الميزان ما يتحطش على سجاده، لو حطيتيه على سجاده عندك في بيتك هيزود لك الوزن. لما تيجي تحطيه، لان في المكان الغلط بتحطي عليه الميزان ممكن يأثر في الوزن. وجربي حتى عندك كده، حطي الميزان على سجاده وارجعي حطيه على السيراميك، هتلاقي فيه فرق في الوزن 3 4 كيلو. فالميزان نحطه على السيراميك مباشره، ما نحطوش على سجاده. نقف بملابس خفيفه، ما تكونيش حتى شربتي بق ميه، لانك كوبايه الميه اللي هتشربيها دي هتزودك على الميزان. بنبقى عاوزين نوزن واحنا جسمنا كله فاضي ما فيهوش حاجه، هو ده الميزان الصح، اي ميزان غير كده بيكون غلط. تمام. مهم جدا جدا ما نوزنش تاني يوم الفري. احنا خدنا فري واتبسطنا وكلنا اللي نفسنا فيه، بلاش نعكنن على نفسنا، بلاش ننكد على نفسنا. ليه بقى؟ لانك انت كده كده لو وزنتي تاني يوم، انت وزنتي يوم الفري الصبح اهو ولقيتي نفسك خسيتي كيلو، خسيتي 2 كيلو، هتبقي فرحانه ومبسوطه. انت ممكن توزني تاني يوم الفري تلاقي نفسك زدتي 3 كيلو. ايه ده؟ انا زدت 3 كيلو؟ ده انا كنت خاسه امبارح. ايوه انت خسيتي فعلا. الزياده دي يا حبيبتي زياده وهميه، زياده وهميه. كل جرام كارب بتاكليه الجسم والعضلات بتسحب قصادها 5 جرام ميه. انت فهمت الحته دي؟ شوفي بقى احنا في يوم الفري ده بناكل رز ومكرونه وحلويات، ما هي دي الكارب. بناكل قد ايه؟ شوفي بناكل كام جرام. فبالتالي كل ما تاكلي كل ما جسمك عمال يسحب ميه، هي ميه هترجع تنزل تاني، هتنزل تاني مع الالتزام. جسمك خد على ان الاكل اللي هو الكميات الصغيره او الاكل الصحي بيهضمه بسرعه. يوم الفري احنا بنبقى واكلين كم اكل كبير جدا غير العادي، فبالتالي الجسم بياخد من 2 ل3 على ما يهضم الاكل ده. فوجود الاكل في المعده عامل تقل على الميزان، وسحب الجسم للميه عامل تقل على الميزان. زياده وهميه، ما بتبقاش زياده دهون. مستحيل مستحيل من 7 المستحيلات الجسم في يوم واحد يزيد 3 كيلو دهون، مستحيل. وطالما مش زياده دهون ما تقلقيش، ميه هتنزل. اكل زياده وفي المعده ما اتهضمش لسه، مجرد ما بتلتزمي يومين 2 بنظامك بترجع الزياده الوهميه دي تنزل تاني. فبالتالي بلاش نعمل لنفسنا حاله قلق وحاله توتر ونوزن تاني يوم الفري. انبسطوا. الميزان الصحي بتاعك يوم الفري الصبح قبل ما تفطري، انبسطي بالفري بتاعك. بس طبعا ده للناس اللي هي التزمت طول الاسبوع، لكن طبعا اللي ما التزمتش يستحسن ما تاخدش فري، يستحسن ما تاخديش فري. لو ما التزمتيش ما تاخديش فري، ما تضحكيش على نفسك، كوني صادقه مع نفسك. ما التزمتيش هتاخدي فري ازاي؟ لقيتي وزنك ثابت ما نزلش هتاخدي فري ازاي؟ تمام كده. بالتوفيق ان شاء الله. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لنا لايك للفيديو وتعملي لنا اشتراك للكلمه الجميله اللي تحت الفيديو على طول كده، هتلاقي كلمه اشتراك كده باللون الاحمر، دوسي عليها وفعلي لنا الجرس عشان يوصلك كل جديد. عندنا تحدي قوي جدا جدا جدا، تحدي الابطال يوم السبت. اتحدي نفسك، استنينا وتابعينا عشان تشوفيه. هيكون مدته 6 ايام. النتيجه خليها بقى تشوفوها انتوا بنفسكم، مش هحرق الفيديو. استنوني ان شاء الله. اعملوا لايك للفيديو، اعملوا اشتراك للقناه، شيروا بقى، شيروا بقى، اعملوا شير يا جماعه. كل اللي عندها فيس تعمل شير للفيديو، تعمل شير للقناه، القناه هتكبر بيكم وليكم. كان معكم ادمن هبه الله، ادمن جروب لو نفسك تخسي للبنات فقط، وقناتكم على اليوتيوب هتخسي مع هبه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.